بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من كرة في اونلاين مع محمد محي. تشرفنا. حلقة مؤجلة لها ما يقارب الشهرين ثلاثة يعني من نص نهائي دوري ابطال. واستنى اما المباريات تخلص، وحسين لما المباراة تخلص والسيتي يكسب الريال فانا هغير كلامي. انا كلامي ثابت وانا لسه زي ما انا ما عنديش اي مشكلة. تمام. نبدأ بالمهاتما جوارديولا ولا ميسي كريستيانو؟ انا قناتك انت ضيفي يا باشا، انت ضيفي. لا انا ضيفي لي حق الاختيار. لا انا معاك. انا في اي حاجة جامد، بس يعني الكلام عن جوارديولا هيبقى اكتر. لا بالعكس، لا بالنسبة لي انا بالنسبة لي العكس. أنا عندي كتير. امشيه طيب. لا انا عشان انا مش بس يعني قبل ما نبدا في حاجه عايز حابب اوضحها لك. اتفضل. انا لا بحب جوارديولا ولا في صفه ولا اي حاجه، ولا كمان بحب ميسي ولا في صفه ولا في اي حاجه، بس هي كل ما في الموضوع ان كل واحد لازم ياخد حقه في الاماكن بتاعتهم. هم فعلا ليهم قدرهم ووضعهم في الكوره، ده قولا واحد. الموضوع ده مفيش فيه اختلاف. انت رايي في ميسي هيعجبك، ده قولا واحد. انا ما بحبوش. رايي في جوارديولا هو اللي مش هيعجبك. كده ما بحبهمش، بس يعني ايه، انا مش يعني انا وصلنا مع بعض في حل ان انا لازم ادافع عنه بصراحه. نبدا بايه؟ نبدا بجوارديولا. شو قول لي ايه ولا عندك وانا هقول معاك. بص انا كاتب له مقال مالكمش دعوه بالوائل، الخط وحش، انا بعرف اقراه ساعات برضه بتوه فيه يعني. بص يا باشا، انا عمري ما شفت جوارديولا مدرب كبير الا بلاعيبته. مفيش مشاكل. وزادت قناعتي دي لما مسك البايرن كان اقوى فريق في العالم، كان يكتسح اي فريق حقيقي. شال 4-0 من الريال عنب، وساعتها الريال ما كانش يعني فرقه كانت قويه، لكن ما كانش الفرقه اللي تكسب بايرن. تمام. ساعتها الريال كسب بايرن ذهاب وعوده 1-0 في اسبانيا، 4-0 في المانيا. مفيش اي مشاكل في الموضوع ده، بس انا هرد عليك في النقطه دي. اكمل النقطه دي ورد فيها عادي. ممكن عبده حناكه اللي هو جوارديولاوي يقول لي طب ما هو كسب الريال 4-0 من كام يوم. لا دي مالهاش دعوه. هرد وهقول له اللي كسب الريال 4-0 اللعيبه مش جوارديولا، والكلام اللي معانا هيثبت ده. رد يا اسطى. مفيش اي مشاكل. احنا انا بس صوتك بس شويه. ماشي. هنرجع لفتره بايرن. فتره بايرن هو مسكها بعد لما كان ماسك يوب هانكس وخد الثلاثيه. السداسيه خد فعلا السداسيه، وصعب الامور جدا 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 على جوارديولا لما جه مسك، وكل الناس عارفه الكلام ده. بس فكره جوارديولا ان هو بيلعب تكتيك معين، وعلى اساسه بيهيئ الفرقه ان هي تطلع للاماكن دي. يعني هو خد معاهم، يعني لو قلت لك هو خد معاهم كام دوري، خد معاهم 3 دوري المان. هنبدا نغش. لا مش نغش، انت كاتب برضه. لا طب معلش، طب ما الدوري الالماني ما ده يا باشا، الدوري الالماني ما حدش بياخده غير بايرن. ماشي اسمع للاخر. هو خد معاهم ايه؟ خد معاهم 3 دوري. ده توخيل اللي ضيع البايرن خد بيهم الدوري. خد فرق عنده. طيب يعني توخيل خد الدوري، انت بتتكلم في ايه؟ يعني هو خد معاهم دوري الماني، 3 دوري الماني، خد معاهم كاس العالم للانديه، خد معاهم سوبر اوروبي، خد معاهم كاس المانيا مرتين، يعني عمل 7 بطولات في 3 سنين. واهم من البطولات حاجه، المانيا خدت كاس العالم امتى؟ 2014. اسبانيا خدت كاس العالم امتى؟ 2010. دي معلومه تمام، اسمعها مني. يعني حبيتها او قلت ان هي تمام ماشي. ما لا مش مختلف. انت بتقول ان جوارديولا هو من اسباب تتويج اسبانيا واسباب تتويج المانيا؟ لا طبعا. ده حقيقه. لا دي حقيقه، لان هو بص، اول واحد عرف صعد لعيبه، وهو اللي عرف يعمل شكل. انت كلامك هيخليني انط فقرات كتير. لا مش هنط. لا بص، انا ماشي ان الكلام فقرات، انا في فقره تحت هطلع بيها فوق. طيب لو هنتكلم عن مدرب بيعمل فريق، بص على مورينيو. ماشي. مورينيو مسك ريال مدريد وهو فريق منهار. تمام. الفريق اللي حقق الثلاثيه مع زيدان ده بناء مورينيو. ده حاجه مفيش فيها خلاف. مورينيو لما مسك تشيلسي هو اللي عمل تشيلسي. ماشي.
مورينيو حاليا مع روما. ايه صفقات روما؟ روما في سوق الانتقالات اللي فات عامل صفقات ب7 مليون. ديبالا جه فري. جه فري بس يعني ايوه، يعني انت بتدور، يعني انت بتتكلم على ما فيش ميزانيه اصلا. دي يبقى ده ممكن اكمل اكمل شطاره ناس بتعرف تجيب لعيبه. لا مش كده، لا مش ده اللي انا اقصده. تمام. اللي اقصده ان مورينيو قدر يوصل بطوله اوروبيه السنه اللي فاتت اللي هي كاس المؤتمرات، وصل النهائي السنه دي النهائي بلعيبه هو يعتبر ما دعمهاش بلعيبه كلاس ايه. جوارديولا ما بيعرفش يعمل حاجه الا لما بيجيب لعيبه كلاس ايه. هو ما بيعرفش. مفيش مشاكل. يعني هقول لك على حاجه. جوارديولا مع السيتي نزلت كوميكسات كتير على تأليفاته، حتى كان ساعة ماتش الريال والسيتي السنة اللي فاتت بيقول له خد يا دي بروين انت عمرك لعبت حارس مرمى؟ قال يا ابن المحظوظ هتلعبها المرة دي. تمام. هو بيحب يفتي في الماتشات الكبيرة عشان يظهر انه مدرب كبير، فبيظهر فشله. لا اكمل طيب؟ ماشي. السنة اللي فاتت السيتي اقوى من الريال بمراحل. ايه اللي خلى الريال كسب؟ مش هقول لك شخصية البطل، ولا هقول لك الجرينتا، ولا اقول لك الريمونتادا، ولا اقول لك الكلام ده كله. تأليفات جوارديولا السنة دي يكفي هالاند لوحده ده أسطورة. يعني أنا متيقن إن هالاند لو ما كانش في السيتي السنة دي بيقول عليه ايه؟ مش عارف الشوالي. لا الشوالي يقول عليه حاجة تانية، اندرتيكر. فهالاند لو مش موجود في السيتي كان هيلاقي صعوبة كبيرة جدا إن يعدي الريال، كان هيلاقي صعوبة جدا في الدوري. مش هرد عليك واقول لك هالاند ما سجلش في الريال رايح جاي والكلام ده كله، بس في كل حاجة ليها حق. يعني بالدوري مين هو بديل هالاند حاليا في السيتي؟ مين؟ المفروض لا انا مش متابعهم اصلا، ما بحبهمش تمام. اصلا. مفيش مشاكل. الفاريز لو تعرف، انت عارف الفاريز اللي هم الاثنين مع بعض. تمام. بس ايه اللي مخلي هالاند هو يلعب على الفاريز؟ حاجه باغي. مش حق، هو باغي. هو في حاجه اكتر من كده؟ تمام مفيش اي مشاكل. بس لما بينزل الفاريز في الملعب ما بتشوفش ان الشكل بيتغير والنمط بيتغير والتكتيك بيتغير؟ لا دي حاجه بقى بتاعتك انت. اصل بص، لما يبقى في واحد زي جوارديولا بعيدا عن الاسم، انه يعرف يخلي يعني بيلعب، انت فاهم يعني بيلعب بخطه 3-1-3-6. مفيش حد بيعملها. هرد عليك. تمام. مورينيو مسك انتر ميلان، خد بيهم دوري الابطال، صح؟ تمام. ما كانش مرشح اصلا، وخد بيهم دوري، وهو خد الثلاثيه لما كان في تشيلسي، خد بيهم الدوري في 2015، وكان ما خدش ولا مره مدرب الشهر مثلا. يعني وكانت برضو تخيل ان السيتي في لعيبه بتقعد على الدكه ثمنهم 70 مليون عشان هو لازم. روما عمل كل صفقاته 7 مليون. تمام. في واحد على الدكه فيه. تعرف كابيلو؟ لا. فابيو كابيلو ده من اعظم المدربين الايطاليين. لما فرقه كده تبقى واقعه هاته، مفيش مشاكل. مسك الريال مرتين اخذ بيهم الدوري، ويعني بيجي كده مرحله انتقاليه الريال واقع ويمشي، تعال اعمل لي انضباط في الفرقه، هات لي الدوري، يجيب لك الدوري. موسم كابيلو الاخير مع الريال كان سنه 2005 2006 تقريبا، كان موسم رهيب. يعني هو حتى مباراتين الكلاسيكو في استاد سانتياغو برنابيو 3-3، في استاد برشلونه 1-0 للريال بهدف بابتيستا. كان عامل اداء رهيب. كابيلو قال ايه بقى؟ قالوا له روما لتاني سنه على التوالي في نهائي اوروبي، هل الفريق قوي لهذه الدرجه؟ قال لا. طب ازاي؟ قال لهم كلمه السر شخص واحد الكل عارفه وبيحقق نتائج غير مسبوقه، ولا يسمح لاحد ابدا ان يقول انه محظوظ. انا احترم جوارديولا وكلوب جدا، ولكن لو احد منهم مع روما هل هيحقق نفس الانجاز؟ مستحيل. وها انا ادعو الاسلام اذا رحل مورينيو عن روما ان ياتي
اي شخص منهم واتحدى ان يحقق نصف انجازاته. الكلمتين دول من فابيو كابيلو بيردوا على كتير من كلامك. المثل اللي بيقول لك انت مش سايبني اتكلم بس ماشي الشجره الشجره المثمره. لا زقلها الناس بالطول. المثل بيقول ان الشطره بتغزل برجل حمار. تمام. جوارديولا ما يعرفش يغزل برجل حمار. تنكر ده؟ ما انكرش، بس انا لما اتكلمت معاك قبل ما نتكلم ونقول حلقه وبتاع مش عارف، انا قلت لك ايه؟ قلت لك يبقى جوارديولا هو فيلسوف عصره، ويبقى هو عبقري كرة القدم الحالي، والناس اطلقت عليه في انجلترا ان هو ايه؟ سير انجلترا الجديد. الكلام ده انت المفروض ان انت سمعت. كان لسه مقولة لسه جايلها بوتيكا لما خدوا الدوري، قال لك جوارديولا هو ميسي المدربين اولا، والثاني حاجه هو يعني اعظم مدرب جه في تاريخ البريمير ليج الفتره دي، او على الاقل في اخر 10 سنين. تمام. ومش عارف جاب ايه تاني استنى جاب ايه؟ هو النجم الاول للدوري الانجليزي حاليا. هو النجم الاول للدوري الانجليزي حاليا. انشيلوتي لما مسك ايفرتون، طب ليه؟ انشيلوتي لما مسك ايفرتون عمل اداء ماشي مع فرقه مش موجوده. ديزيربي. هل جوارديولا لو مسك ايفرتون، نرجع تاني، هل جوارديولا لو مسك ايفرتون، أرد عليك. لو مسك ساوثهامبتون، لو مسك وولفرهامبتون، مش هقول لك هياخد بيهم الدوري، هل هيكون بنفس المستوى اللي الناس تقول لا. هو ده جوارديولا ولا لا؟ سؤال وهسيبك تكمل. لا. مش هيقولوا كده. مش هقول كده. انا على يقين ان زيدان لو مسك فرقه صغيره في البريمير ليج كل الناس هتقول بص شغل زيدان. مفيش اي مشاكل الكلام ده لان معاك. زيدان وانشيلوتي اللي مضايقني فيهم حاجه ان هما الاثنين عجينه. تمام. يعني رئيس النادي مش هيجيب لك صفقات، هلعب بدول وبيأدي. جوارديولا ما يعرفش يعمل كده. انا معاك، واللي ياكد كلامك يعني أكتر، عظمه جوارديولا مرتبطه بالصفقات. اللي ياكد كلامك اكتر مين احسن مدرب في الدوري الانجليزي حاليا؟ سؤال تعرف؟ هو كانوا بيقولوا المنافسه بين جوارديولا وبين المدرب ديزيربي هو فعلا اثبت انه افضل مدرب جه البريمير ليج في الفتره الاخيره. السبب لان هو مسك برايتون هي ما فيهاش اللعيبه السوبر، خلاهم لعيبه سوبر. يعني اتفرج على ميتوما. لو بدلنا جوارديولا نزل تحت، ديزيربي طلع فوق. هل السيتي مش هياخد الدوري؟ لا، السيتي هياخد الدوري ودوري الابطال وهيحقق السداسيه عادي. جوارديولا تحت هيعمل نفس الاداء؟ ما اقدرش اجزم ان هو هيعمل نفس الاداء، بفكرك في الموضوع هيعرف ان هو يخلي برايتون في مكان مقارب بنفس المستوى ده. بنفس المستوى. لا انا بختلف. هيفضل بالنسبه لي ان هو عمل فلسفه جديده وفلسفه خططيه كتير جدا. تمام. في اماكن كتير جدا، في كل الاماكن اللي راحها. بعيدا بقى ان هو جاب لعيبه وجاب صفقات، بس فعلا المدربين وكل الناس بتاخد عنه وتنقل عنه شغل وبيطبقوه في الملعب، وده بيحصل. ايه رايك في جوبنو؟ جوبنو هو مدرب كمان. خاف يواجه ابراهيموفيتش، خاف يواجه صامويل ايتو، عنصريته مع يايا توريه. يعني ايه يواجهه يا باشا؟ هو مش عايزه. لا يا باشا، شوف كتاب ابراهيموفيتش بيقول ايه. ده في عز ما كان بيلعب ما كانش بيقدر يواجهه ويقف ويتكلم قدامه، وابراهيموفيتش كان هيضربه. ما كانش بقى يوصل لإيتو عن طريق ناس مشوه. ولما إيتو قال انا مش همشي راح خد. لا انا سمعته من إيتو نفسه. انا ما شفتوش. انا هبعته لك، هسمعه لك من إيتو نفسه. قال له احنا في المرحله، قال لي في جاي لك عرض من اندونيسيا اتمنى تشوف حالك يعني. فقال له انا مش همشي. ففي الفتره التدريبيه في الفتره التدريبيه اخذ منه رقم 9 واداه لهنري، وهنري كان مبسوط، كان بيغيظ إيتو بالموضوع ده. فقال له انت غيرت لي رقم ليه؟ قال له انا في التدريبات بس وفي الفتره الاعداد بس وكده. إيتو الموسم ده كان هداف الدوري وهداف برشلونه،
ولما جم بعد كده يخلوه عايزينه يصالح جوارديولا، وقال ندهولي وتعالى وعايزينك، مش عارف قال بيول يعني ماركيز كان حاجه زي كده. فرحت لقيته قلت هو الحيوان ده هنا ليه او الحقير ده هنا ليه؟ لانه هو مش يعني انا اللي اعرفه انا كمدرب يعني بكل بساطه انا مش عايزك، لكن ما تعملش كده. جنبده قعدوا دكه مثلا ماشي، وهو ده بس هو شاف ان ده عنصر ممكن يبقى فعال في الخطه بتاعته. انت شفت تصريحاته بعد ماتش ريال مدريد؟ لا، بيقولوا له احنا شفنا دي بروين وهو بيقول لك اخرس. قال لهم انتوا ما شفتوش هو بيزعق لي كام مره في التدريب؟ ده انا بفضل استفزه لحد ما يزعق لي، فبعد ما يزعق لي بيبقى مستواه مبهر. لا والله. والله. هل ده مدرب محترم ويحترم انك تزعق للاعب لدرجه انه يقول لك اقعد واخرس، فتقول ده انا بستفزه عشان لما بيقول لي اخرس بيبقى مستواه يعني حلو؟ شفته منه في اوضه اللبس في فيديوهات كتير انه هو اما انا بقول لك اللي هو قاله بنفسه، هو قال كده والله. انا والله ما سمعت حاجه. بيحب اما دي بروين يقول له اخرس، عشان كده قال له انتوا ما تعرفوش بيزعق لي كام مره في التدريب. انا سيبك من الفرعيات دي، انا بتكلم كوره. انا بتكلم في كوره. مورينيو مورينيو. طب ثواني مورينيو جاب دوري لتشيلسي بعد 50 سنه، خد دوري بانتر ميلان بعد 45 سنه، مع اليونايتد خد بطوله اوروبيه بعد 9 سنين غياب، روما اول بطوله اوروبيه في تاريخه. هو فين؟ هياخد دوري ابطال اوروبا بعد الاول مره في تاريخ مانشستر سيتي. عارف انتوا بالصفقات يا بابا، عارف انتوا لما قالوا له مورينيو ولا جوارديولا، عارف قال لهم ايه؟ احدهم كسب دوري الابطال مع بورتو، والاخر خسر دوري الابطال مع البايرن. تمام، وصل للرد. جوارديولا 2012 سيمي فاينال خرج قدام تشيلسي، 2014 سيمي فاينال قدام ريال مدريد، 2015 سيمي فاينال قدام برشلونه، 16 سيمي فاينال قدام اتلتيكو، 17 دور ال 16 من موناكو، 18 ربع النهائي من ليفربول، 19 ربع النهائي من توتنهام، 20 ربع النهائي من ليون. ايه ده؟ ده في عز الصفقات، في عز ما هو بيختار، في عز ما هو بيصرف ملايين مليارات. ممكن عشان خاطر لسه ما وصلش للفرقه اللي هي بيقولوا عليها ان هي متكامله. مورينيو في 2010 صفقاته مع الانتر مين؟ بص بقى، جاب ميليتو من جنوا الايطالي 28 مليون عنده 30 سنه. شنايدر من الريال عنده 25 سنه 15 مليون. جاب موتا ب 10 مليون 26 سنه. لوسيو 31 سنه ب 37 مليون. بانديف جابوا فري من لاتسيو. باع ابره لبرشلونه ب 69 مليون واخذ ايتو ب 20 مليون، اللي هو كان هداف برشلونه. بدول خد كاس ايطاليا، بطل الدوري، دوري الابطال، حقق الثلاثيه التاريخيه. مورينيو مدرب عظيم. انا ما بقولش ان جوارديولا مش مدرب، ما بقولش ان هو مدرب تافه، وما بتفهش منه ولا من تفكيره عشان برضه يبقى الكلام واضح، لكن هو مش المهاتما جوارديولا، مش محدش لا يا باشا. هو بص مشجعي برشلونه البيبيهات ومشجعين السيتي اللي ما يعرفوش كوره الا من 5-6 سنين، اللي هو من ساعه ما جوارديولا مسك ما حاسين ان جوارديولا ده مش اله الكره في الارض زي ما هم هناك بيقولوا. انا مش بقول كده ولا بتكلم في كده، انا كل اللي بقوله ان هو فعلا عمل فكر جديد ودخل فكر جديد في الكوره، ولدرجه ان الناس او في مدربين كتير جدا على مستوى العالم مش الدوري الانجليزي بس بياخدوا منه وبيقتبسوا منه، وكل واحد بيطبق على حسب فكره. انا مقتنع بكلامك ده. هو اول واحد لعب فكره الظهير الوهمي، اول واحد يعني مش في الدوري الانجليزي، هو في الدوريات كلها لعب فكره الظهير الوهمي. انا مقتنع باللي انت بتقوله ده، لكن ده لم يحقق النجاح الا بالصفقات. زيدان، انا عايزك بس تراجع كده معايا. زيدان في الثلاثيه كل سنه كان بيبقى فيه صفقات للريال، يا تلاقي صفقه يا ما فيش، يا صفقه يا اما بيصعد من الناشئين. الموضوع يعني نفس الفريق قدر يحافظ خد
دوري الابطال 3 مرات بنفس زيدان اللعيبه. عمل- زيدان عمل فرقتين. عمل فرقتين. زيدان عمل فرقتين. يعمل فرقه بتلعب دوري، فرقه بتلعب دوري الابطال. جوارديولا ما يقدرش يعمل كده، حتى لما كان مع برشلونه ما كانش يقدر يعمل كده، حتى لما خد السداسيه ما كانش يقدر يعمل كده. ولما الفرقه بدات تقع خلع، في بايرن خلع، وفي السيتي لو السنه دي ما خدش دوري الابطال والدنيا ظبطت عليه هيخلع. هو بعيد عن ان هو كده كده هياخد دوري الابطال، بس احنا يعني يا باشا يا باشا، هو ساعة تشيلسي والسيتي في النهائي حد قال ان تشيلسي هيكسب؟ لا ولا بس حد. تشيلسي اللي كسب. طيب توقعك ايه لنهائي دوري الابطال؟ السيتي هيكسب، لكن الانتر فريق رخم دفاعيا، وهو ده اللي انا عايز اقوله. فريق مش سهل. مش متوقع. هو انا شايف انه هيبقى ماتش هيكسر الدنيا. لا انا شايفه ممكن يكون ماتش من اسوأ الماتشات. الانتر هيبقى عامل كماشة دفاعية رخمة، وممكن يوصل بالمباراة لأبعد حد، وممكن كمان يخطف. انتهينا من جوارديولا. انتهينا. الجزء الثاني معانا كريستيانو ميسي. هو انا مبدئيا انا من عشاق كريستيانو رونالدو يعني اولا يعني تمام، وبكره ميسي زي بس ده مش هيمنع ان انا عملت تقرير يعني. طب تسمع رأيي؟ لا اسمع طبعا، لازم اسمع صراحه يعني. هو لا فعليا هو يقال عنه كما يقال اللاعب المتكامل والكمال لله، او نقدر نقول ان هو اللاعب الاكثر شموليه في كره القدم من كل حاجه. اولا ده مبدئيا ده عشان ده عن ميسي او خير. مصطفى اخويا هيفرح في الكلام ده جدا. مبدئيا انا ما بحبش كلمة الافضل في التاريخ او الاعظم في التاريخ. لا هو التاريخ نفسه. اسمعني طيب. ليه بقى؟ انا كاحمد حسن انا ما شفتش مارادونا، ما شفتش بيليه، ما شفتش بوشكاش، ما شفتش كرويف، ما شفتش بيكن باور. الناس دي كلها عظماء، فبالتالي انا ما بحبش كلمه ان ده الاعظم. انا بالنسبه لي اعظم لاعب شفته، في فرق بين اعظم لاعب شفته او افضل لاعب شفته وبين الاعظم في التاريخ والاقوى في التاريخ. لا انا بتكلم في اللي انا شفته. فبتمنى يعني قبل كده عملت تشكيله افضل لعيبه انا شفتها في الاهلي، في الزمالك، في العالم، في ريال مدريد كده. انا شفتها، لكن اللي ما شفتوش ما اقدرش احكم عليه. هحكم عليه بالسمع بشويه فيديوهات. ده سامسون مهاجم الزمالك انا شفت له فيديوهات اقسم بالله حسيتني كريستيانو جاي الزمالك. دلوقتي لازم الاهلي اللي يدفع مرتبه عشان ما يمشيش. فدول من اعظم من رأت عيني. وليه بقى من اعظم؟ في عظماء كتير انا شفتهم. رونالدو البرازيلي، زيدان، هنري، بيكام، مالديني، نيستا، كانافارو، حارس شونيفرت، كافو، كارلوس، تورام، روبن، نستروي، نيدفيد، زامبروتا، إميرسون. يعني في ناس كتير 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 كتير، لكن عندنا رونالدو هو أفضل من رأيت. وهقول لك ليه. ميسي لاعب عظيم محدش يقدر ينكر ده، رغم كرهي ليه لأن أنا مشجع الريال، لكن هو لاعب عظيم. أنا أول مرة استمتع بلعب ميسي كان في كاس العالم اللي فات، لانه لا يحسب لبرشلونه. يعني السنه اللي فاتت دي كاس العالم اللي فات بصيت على ميسي على اساس انا بصيت على ميسي ان انا بتفرج على مش ميسي. غريمه. انا بتفرج على ميسي، ورغم كده جمهور برشلونه بيحتفل بكاس العالم، ما اعرفش ليه. جمهور متخلف والله العظيم. ميسي كان مع برشلونه حقق كل النجاحات. اول ما الفريق الكيرف بتاعه نزل قال لهم شكرا انا ماشي، انه مش هيلعب راح باريس سان جيرمان. عمل ايه؟ حقق دوريات نفس نجاحات جوارديولا مع بايرن ميونخ هي نجاحات ميسي في باريس، بل بالعكس هو بيتهاجم كتير من جمهور باريس. خلينا بقى في رونالدو. بدأ في سبورتنج لشبونه، راح اليونايتد، قالوا له احنا هنكتب على الفانلة كريستيانو
عشان ما حدش يقارنك برونالدو. قال لهم لا، انا اتقارن برونالدو، انا احسن لاعب. هو واثق في نفسه جدا، راح البريمير ليج عمل تاريخ عظيم. اللي انا متيقن ان ميسي لو راح الدوري الانجليزي وفوق، مش دلوقتي حتى عشان انت تقول كبر، لو كان راح الدوري الانجليزي ما كانش هيقدر يحقق نجاحات كريستيانو. تنكر ده؟ لا انكر، لان هو كان هيك. لا كان الدوري الانجليزي مش بتاع مهاره، الدوري الانجليزي عنف ولياقه. هو بيعرف يفوق. لا انت ما تبصش على مباريات ميسي في دوري الابطال قدام تشيلسي قدام السيتي قدام يونايتد. لا انت شوف دوري كامل. دوري كامل انا متيقن ان ميسي هيعرف يعمل كل حاجه. لا طب اسمع مني، انا بقول لك ميسي ما ينفعش الدوري الانجليزي. هو بعيدا عن هو تحت قيادة، بس هقول لك رايي انا سمعته قبل كده، والراي ده فعلا انا لما ابتديت اشوف من النظره دي، لما وانت بتتفرج على ميسي هتعرف الكلام. ميسي هو اللاعب الوحيد اللي ما ينفعش تضغط عليه، اللي ما ترضاش ان انت تضغط. انت لو مدافع ذكي ما تضغطش على ميسي، لان ميسي عنده حاجه. ايه هي؟ وايه الفكره اللي عنده؟ ميسي اللاعب الوحيد في العالم اللي بيلعب على رد فعل اللي قدامه، ما بيلعبش من رد فعله. بمعنى يعني انا داخل عليك بالكوره، انا هربص، فانت بالتالي هتيجي يعني اللي هو ايه، هتعمل كده هتاخدها مني. لو انا مقرر وواخد قرار انا رايح فين، انت كمدافع هتجيبني، ده طبيعي. لكن ميسي بيبقى داخل هو مش واخد القرار، هو مش مستني يشوف المدافع يعمل ايه عشان يعمل. انت لو جيت كده انا هروح كده، انت لو جيت كده انا رايح كده، فخلاص هيبقى بالنسبه له الموضوع اسهل من السهوله. هو بيتعامل كده، اللي عنده الحركه في اللحظه، في شبه ثانيه، هو في ثانيه هو بيغير قراره. انا ما قلتش ان ميسي لو راح الدوري الانجليزي كان هيفشل، بقول لك ما كانش هيحقق نفس نجاحات كريستيانو. تمام، لا انت ده يقين عندي. كويس ان انت يعني برضه ما بقولش هيفشل، لا هو مش هيحقق نفس نجاحاته. نعم تمام. رونالدو عمل كل حاجه في الدوري الانجليزي، خد احسن لاعب في العالم، اخذ دوري الابطال مع اليونايتد. قال انا لازم اروح ريال مدريد، راح ريال مدريد وهو واقع حرفيا. الفريق بقى بيتبني على كريستيانو. انا شفت كريستيانو اول موسم ليه كان بياخد الكرة من منطقة الجزاء دي لمنطقة الجزاء دي حرفيا، كان بيهين نفسه في الملعب. كلنا شفنا الكلام. هل ميسي لو مع فرقة زي ريال مدريد كان هيبقى كده؟ لا ما اظنش. بس حاجة تاني قد السنتوفة كده. بس هو لو يعني كريستيانو لعب وتحتيك زافي ونيستا وجولي ورونالدينو والناس دي، وميسي كان لعب مع مامادو ديارا ومع الجيل المعاق اللي كان في ريال مدريد. لا ما تنساش دي ماريا وزيدان. لا انا بتكلم على بدايه مراح كريستيانو، ما كانش في حد من دول. هل كان ميسي مع الريال هيقدر يقف قدام برشلونه بكريستيانو مع الناس دي؟ ما اظنش. هو اصلا في التوقيت ده الكلاسيكو كان خلصان 6-2. ايوه برشلونه. متخيل؟ لا وكان في اول كلاسيكو بتاع مورينيو بتاع 5-0. ايوه هو اصلا ده كان الجيل الذهبي بتاع برشلونه. فتخيل لو الجيل الذهبي ده زودت عليه كريستيانو وميسي ودته الفريق الثاني، هتلاقي الميزان مختل تماما. بس لان ميسي بالمنظومه اللي وراه، هو كريستيانو منظومه لوحده، ما حدش يقدر ينكر ده. بس ما برضه يعني لازم تبقى عارف ان ميسي شال برشلونه فتره طويله لوحده. ايوه حصل، ما حدش يقدر ينكر. وعارف يعمل بيهم نجاحات. ده قولا واحد، ما ينفعش ان احنا يعني نختصر برضه الجزئيه دي. في عز ما الريال كان وحش وكان لعيبه تعبانه، مورينيو وكريستيانو قادوا سفينه الريال لحد ما بقي فريق قوي يقدر يقف قدام برشلونه. كسب بطولات كتير وحقق انجازات كتير لحد ما بابا بيريز قال له هات لي عرض وامشي. راح يوفنتوس، اختيار خاطئ 100%. لكن بص على ارقام رونالدو الفرديه، هو هداف اليوفنتوس في ال3 سنين.
لما مشي ومن ضمن وهو مشي منها، وهو من ضمن الهدافين التاريخيين لليوفنتوس. لما مشي من اليوفنتوس واحد من جمهور اليوفنتوس كان ماسك يافطه هوز نيد رونالدو، من يريد رونالدو. فاليوفنتوس السنه دي كان قرب يهبط اصلا، فكان الجمهور اللي بيحب كريستيانو كان عمال يتريق عليه يافطه دي، مين اللي عايز رونالدو؟ انتوا عايزين رونالدو، انتوا من غير رونالدو شوفوا انتوا عاملين ايه. كان اختيار خاطئ. نجاح مبهر لكريستيانو بالرغم من مستوى الفريق المتدني، عمل معاه بطولات، وصل لنهائي دوري الابطال او نص النهائي. لا نص. بعدها قال انا همشي، اتفق مع مانشستر سيتي، وهو راح يوقع العقد جاله تليفون من فريكسون، الحنين خدني الحنين بعد السنين، جابني هنا في المكان اللي اتولد فيه حلمنا، رجع على اليونايتد. تخيل ان هو هيتعامل مع السيتي، هو لا تخيل انت بقى السيتي قبل هالاند والمهاجم بتاعه كريستيانو. السيتي السنه اللي فاتت كان هيكتسح ريال مدريد، ما كانش هيطلع من ريال مدريد لان دفاع الريال كان سيء، لكن ما كانش فيه مهاجم يخلص. فلو كريستيانو كان راح السيتي كان حكم عقله. ما اظنش ان كان كريستيانو هيعرف ينطوي. كريستيانو كان هيبقى هو راس الحربه، ما كانش هيلعب جناح، ما كانش هيعرف ان هو يبقى يعني تحت قياده بيب جوارديولا، ما كانش هيعرف يتعامل. كريستيانو راس براس معاه. اللي خلى كريستيانو قدر يتعامل مع مورينيو وكان بيتخانق معاه وكان لا هو كريستيانو كان راس الوحيد اللي عرف يسيطر عليه وعرف فعلا يحتويه كان زيدان. دي حاجه احنا لازم نبقى عارفين. ده كان تاني اختيار خاطئ. الاهداف اللي جابها في هو اصلا مانشستر، مع مانشستر انقذهم في ماتشات كتير، سواء باهداف وسواء بتعادلات او بفوز في اواخر الثواني وشويه كلام كتير كده. فانا بقول لك حتى الفم حاجه ما كانش هيظهر اصلا، كان كريستيانو مع السيتي كان هيخلص الجيم. رونالدو تهاجم من تنهاج ومن شويه اطفال كده بيدعوا ان هم يفهموا في الكوره. رونالدو لعب مع اليونايتد 5 ماتشات في دوري الابطال، جاب فيهم 6 اهداف، كلهم يا اما الفريق متعادل فيكسبهم يا اما مهزوم فيتعادل. اللي بيتكلموا عليه اول 5 ماتشات ما لعبش لما كان مراته تعبانه وخلفت عيل مات والكلام ده كله. رونالدو لما مشي كان تاني هداف الدوري، برغم انه اللي سابقينه كانوا 2 سابقينه كان هم لاعبين اكتر منه ب5 ماتشات. يعني هم لو هو كان لعب 5 ماتشات كان ممكن يبقى مشي وهو الهداف. شهور كتير خد لاعب الشهر في النادي وخد لاعب الشهر في البريمير ليج. رونالدو لما راح النصر السعودي كل خطوه بيعملها كريستيانو عايز يمشي، كريستيانو مش مرتاح، كريستيانو مش عارف ليه. ميسي ده مستبعده من تدريبات باريس اسبوعين. هل الاعلام اتكلم؟ السوشيال ميديا ماشي، المواقع المعتمده نقلوا الخبر وسكتوا. تمام. كريستيانو لما كانت بنته تعبانه ولا لما ابنه مات كان كل يوم تقارير ان كريستيانو زعلان وعاوز يمشي ومش عاوز كريستيانو لما قعد دكه على في كاس العالم كل الناس بيجي تصور الدكه وما بتصورش اللي بيحصل في الملعب اصلا. حلو قوي كده. هو بيخطف دايما هو بيخطف انظار المفروض لو الموقف بتاع ميسي ان ميسي راح رحله من غير ما يقول لاداره النادي واتعمل عليه عقوبه وكان فيه تدريب وما حضروش، المواقع الاخباريه نقلته. هل الموضوع ده لو حصل مع كريستيانو كان هيبقى نفس طريقه النقل دي؟ لا هو كان فعلا هياخد اكتر من حجمه، كان ياخد اكتر من حجمه بكتير. أكيد. يبقى كريستيانو اعلى من ميسي بكتير. اسم كريستيانو يبيع اكتر من اسم ميسي. مشاكل تتكلم ارقام، ما تتكلمش ارقام لان انا سالتك سؤال وانت جاوبت. لو كريستيانو مكان ميسي في منظومه برشلونه وميسي في منظومه الريال مكان كريستيانو كان هيبقى كريستيانو ارقامه قد كده 10 مرات وميسي اقل من كده ارقام كريستيانو. كريستيانو لسه في عزه وفي مجده وفي عز مكان ميسي برضه لسه في مجده. ماشي انا معاك، ماشي استحاله يعني ان كان ده ان يحصل عكس.
تمام. كريستيانو كان هيكتسح تمام قوي، بس كده. وهو اصلا كده كده يعني هو يعتبر مكتسح في حاجات كتير، بس احنا لو هنتكلم في ان هو كاس العالم الحاجه الوحيده كأس- لا، اللي ما هو- ميزت ميسي بالنسبه لي. مفيش اي مشاكل، لا مفيش منه اي مشاكل، بس يعني برضو انت لو عملت مقياس لفرقه البرتغال قصاد فرقه الارجنتين هتلاقي ان برضو يعني معايير الفريقين ثابته، مش فرق قمه. مش فرق قمه، والمعايير برضو ثابته، الناس اللي بتلعب معاهم، بل بالعكس ان في عناصر كانت في كاس العالم الاخير في البرتغال اقوى بمراحل من اللي كانوا في الارجنتين. صحيح. فقولا واحدا ميسي هو اللي شال الارجنتين في كاس العالم 2022، ده لازم كلنا نقصد. انا قلت لك انا استمتعت بميسي. هو ميسي الكاس العالم ده ميسي، مفيش ارجنتين، هو ميسي. صحيح. ده لازم نبقى عارفينه وباصمين عليه بالعشرة. صحيح، محدش انكر ده. تمام. وبعدين يعني وبرضه حاجه تاني، يعني هو انت بتتكلم في واحد واخد 7 كرة ذهبية، منهم 3 لا ما انا هرد أو 4 هرد بس عليك. الكرة الذهبية دي ما تقوليش مدلل للفيفا. لا مش مدلل للفيفا. في كريستيانو خد مرة أفضل لاعب واللي كان المفروض اللي ياخدها ريبيري. في مرة خدها ميسي وكان المفروض ياخدها كريستيانو. ده كل الإعلاميين على مستوى العالم قالوا كده. موضوع أفضل لاعب والكرة الذهبية دي بيدخل فيها تسويق. تمام. فدي بالنسبة لي مش مقياس ولا أحطها في دماغي. المقياس بالنسبة لك؟ المقياس بالنسبة لي يعني أنا في كلمة دايما أقولها، واحد يقول لي إيه؟ الكرة دي ضربة جزاء مثلا، اقول له لا ما فيهاش حاجه، اصل سمير عثمان قال كده ومش عارف مين قال كده ومين. يا باشا انا ليا عينين، هم حكام على عينهم، انا ليا عينين بحكم بيها. انت شايفني ما بفهمش ما تسالنيش، لكن لما اقول لك رايي ما تقوليش اصل فلان قال، لان انا ليا رايي. فانا رايي انا بقول، انا مش هستنى ان حد يقول لي رايه فانا اقتنع او ما اقتنعش. انا بعيد عن يعني انا ابو تريكه بقتنع بيه جدا، انا مش مقتنع باللعب عن جوارديولا وجهه نظري. هل انا اذنبت؟ لا طبعا اكيد لا، انا مش مقتنع. لا انا يعني هو يعني لو هنتكلم في حاجه كده افتكرتها، ده طلعت مقوله كده دايما شويه ناس بيقولوا ان ميسي دلوقتي عم العالم، يعني كل شويه يقول لك عم العالم. انا جاي اقول حاجه واحده، عم العالم هو محمد ابو تريكه فقط. مفيش ميسي عم العالم، مش ميسي، لا مفيش كلام. هنتكلم بقى باختصار عن مباراه الاهلي. مباراه لازم النادي الاهلي يطلع بنتيجه كويسه، لازم على الاقل 2-0، على الاقل 2-0 في مصر، ده في مصر ده ده لازم كمان 3 ده عاملين جايين منتشين جدا، هنجيبها من القاهره، لا تجيبها من تقريبا عندكم. فلازم الاهلي يعمل نتيجه كويسه، لازم يبقى فيه اداء كويس. اعتقد وجهه نظري ان المفروض اللي يلعب ياسر ابراهيم مش محمود متولي، مع اني افضل ثنائيه عبد المنعم ومتولي جنب بعض. انا بفضل دي، لكن مباراتين الوداد مش عايزين محمود متولي، عايزين ياسر. لان فعلا لا انا يعني من وجهه نظر يعني اعتبرها لا قيمه لها، بس في بناء اللعب من تحت وانت طالع بالكوره من تحت، احسن 2 فعلا يعرفوا يمسكوا كوره ويعرفوا يباصوا كويس هو محمود متولي وعبد المنعم. الوداد هيلعب على المرتدات. ياسر بيعرف يحط جسمه كويس، بيعرف يتوقع كويس اكتر من محمود متولي. محمود متولي لما بيتضغط عليه بيقلق فبيغلط، ما ينفعش تغلط قدام الوداد. عشان كده انا بقول ياسر، انا مش بقولها كده. الشناوي بيقولوا رجع، يبقى الشناوي يلعب. عبد المنعم وياسر، انت بتقول متولي. محمد هاني وعلي معلول اعتقد ما فيهاش خلاف. ثلاثي نص الملعب لو هنلعب 4-3-3، ما هي 4-3-3، مروان عطيه واليو ديانج، حمدي فتحي. انا عايز السوليه يتركن ما يبداش، مع اني حابب وجود السوليه برضه. السوليه على حساب مين؟ على حساب حمدي فتحي يعني يبقى حمدي فتحي ومروان عطيه والسوليه. حمدي فتحي اساسي، بس ده في حاله لو حمدي فتحي هيلعب ارتكاز، لكن لو هيلعب نص ملعب متقدم يبقى كده يبقى ديانج هو اللي يلعب في هو حمدي فتحي هو اللي بيكمل. عشان كده انا قلت السوليه على الدكه. يبقى كده السوليه نحتاجه ممكن الشوط الثاني. الثلاثي الهجومي اعتقد ما فيش فيه خلاف. حسين الشحات، درس توكل، اعتقد ده ما فيش فيه خلاف عند اي حد. هو حاليا هم الثلاثه في قمتهم في عزهم، يعني
بيعملوا كل حاجه حاليا، هم اللي فعلا شايلين هجوم الاهلي الفتره الاخيره. والشحات بالذات يعني حادثته انفجر بما يرضي الله، ما شاء الله حاجه ما شاء الله 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 ما شاء الله. لا يعني فبيعملوا كرة حلوة، بيعملوا كل حاجة حاليا، ومتفاهمين جدا، متناغمين في الملعب، بيعملوا تبادل مراكز كويس خالص، كل واحد فيهم عارف مكانه فين وعارف هو بيعمل ايه، وده احلى ما في المنظومة حاليا. اتمنى بس مستر كولر كده يركز ويحفظ الوداد كده كويس. واهم لاعب، معلش انا اسف لو قطعت كلامك، اهم لاعب بالنسبه لي في الفتره الحاليه هو مروان عطيه. احيانا يعني احنا لما كنا بنسمع ماتشات مع بعض ساعة تلاقيه تايه، ساعة تلاقيه مش موجود، ماتش تلاقيه كويس خالص، وتوب ماتش تلاقيه مش هو كده. بس خلينا متفقين احسن واحد في نص الملعب حاليا يعرف يمسك كوره، يعرف يطلع للمناطق الاخيره. هو الميزه اللي فيه انه ما بيستخباش، هو بيظهر لك. انا بظهر لك. هو يمكن اسوأ مباراه انا شفتها لك مباراه الرجاء في المغرب، ما كانش موجود، كان شبح، ما كانش موجود فعلا، وكان هيدخل في نفسه، وكان حاله غريب. هو كان في توتر رهيب اصلا، كان متملك وهو في الفتره دي. بس يعني احنا خلينا مقتنعين ان هو فعلا خامه رهيبه، قوه في نص الملعب كبيره جدا بالنسبه له. فانا بالنسبه لي ده وجوده في نص الملعب يطمن الى اقصى حاجه. ان شاء الله خير. شرفتنا ابو المحاميح في القناه بتاعتنا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده في كره في اللاين بعد مباراه الاهلي والوداد، مباراه الذهاب. السلام عليكم.